اتعلم من مثلا النهارده هو برضه الناس بتحلل مثلا اداء بشكل عام اي استوديو تحليلي. لا انا بتكلم اي استوديو تحليلي النهارده وشايف اداء الفرقه مش كويس. يعني مثلا الناس كلها بتتكلم ان اداء الزمالك في الموسم الماضي كان افضل بكتير وانت نفسك حضرتك بتقول الكلام ده. انت رايك النهارده ماتش النهارده الاداء النهارده تحسن لكن من اول الموسم الاداء مش هو اداء الزمالك بتاع الموسم الماضي. شوف هدانا نغير لغايه ما نلاقي الاداء متحسن تمام. خلاص احنا حاطين ايدينا. اقول لك ايه هو مشكلتهم حاجه واحده ان انا كنت امشي الراجل المدرب الاجنبي كده بخناقه فانا خليته هو اللي قال لي يا استاذ مرتضى انا عايز امشي عشان اشكرك. هي دي متغاظين وعايزين يقل ادبهم. بقول لكم تاني الفريق خد تعليمات. انت القناه الوحيده اللي بتكلم معاك فيها خد تعليمات. لا لعيب هيتكلم في قناه ولا جهاز ولا في موقع ولا في جورنال. مش دي تجربه احنا جديده. يعني احنا كنا بندفع حوالي 700,000 جنيه للجهاز الاجنبي تمام. الراجل اسمه حبشي ده محلل. المحلل ده بيقعد فين؟ فوق ويتابع ويقول للراجل خلي بالك عمر جابر عليه ضغط شويه ما ننزل له واحد من خط الوسط مش كده. ده المحلل كان قاعد عمال ياكل في سندوتشات تحت على الخط. الثاني جايبه قال له بياكل سندوتشات سندوتشات بيت بالبسطرمه. الثاني ده جاي اصلا مدرب لياقه بدنيه ومدرب لياقه بدنيه. الراجل ملوش علاقه باللياقه البدنيه. احنا جبنا مدرب لياقه بدنيه من البرازيل على مستوى عالي وعايزين نجح.